السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا ملاح. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد لو غاتو شوكولا مع كريمه زبده سويسريه بزاف شباب هايل، وراح نقول لكم كامل الاسرار باش ينجح معكم هاد الغاتو من اول مره، ونصائح اللي غادي نشاركهم معكم تقدروا تطبقوهم على اي وصفه سابلي تكون عندكم. في نفس الفيديو ثاني راح نشارك معكم كريمه زبده سويسريه غادي تجيكم بزاف شابه، تجي خفيفه، ما يجيش فيها هذاك لوغو تاع لا مارغرين، ودير لكم كميه كبيره. هاد الوصفتين كنت شاركتهم معكم في الشورت، بصح بغيت نديرها فيديو طويل باش نقدر نقول لكم كامل النصائح اللي راح تحتاجوهم ان شاء الله. بلا ما نطول عليكم راح نبداو في الوصفه. راح تحتاجوا 500 غرام مارغرين، تقدروا تستعملوا نصف الكميه ولا حتى الربع. دائما نستعمل هذه سور باسكو ما فيهاش زيوت مهدرجه، ودائما لا مارغرين تاعكم لازم تكون بحراره الغرفه، تكون طريه وماشي مخرجينها من الفريجيدار. راح تحتاجوا ثاني كاس تاع سكر غلاس. هنايا بالنسبه للحلاوه كل واحد واش يبغي، انا دائما في الكاطوات تاعي ما نبغيش الحلاوه بزاف وما نبغيش نكثر السكر. الوغ نتوما الا كان تبغوا الحلاوه اكثر تقدروا ديروا كاس ونص ولا زوج كيسان على حساب الحلاوه اللي تبغوها، باسكو هذا الكاطو مازال راح نستعملوا فيه كاكاو. بصح اللي يبغي الكاطو ماشي حلو ومعتدل في السكر تاعو يستعمل كاس كيما درت انايا. وراح تحتاجوا ثاني كاس تاع مايزينا، هي اللي راح تساعد الكاطو تاعنا باش يجينا مرمل. تحتاجوا ثاني 6 مغارف تاع بودره الكاوكاو. شوفوا دائما كي تحمصوا الكاوكاو تاعكم وتطحنوه غربلوه، هذيك لابودر نستعملوها في العجينه، بصح الا ما كانش عندكم معليش تقدروا تستغناو عليها. رشه تاع ملح وزوج مغارف صغار تاع لافاني. نحتاجوا ثاني زوج بيضات كاملين وزوج صفار. بالنسبه لبياض البيض جيبوا اون بواط اللي تكون نقيه وناشفه من الماء تماما، ما لازمش كاع يكون فيها الماء ولا تكون منديه. والبيض تاعكم ثاني قبل ما تخدموا به تكونوا غسلتوه ونشفتوه مليح من الماء. الوغ هذاك الصفر غادي تحطوه مع السابلي، وبياض البيض غادي تحطوه في هذيك لابواط وتبلعوا عليها وتحطوها في الفريجيدار، بها اللي غادي نخدموا لا كريم او بوغ تاعنا. راح تحتاجوا ثاني 8 مغارف تاع كاكاو، ولازم تغربلوهم كيما هنايا لاحظتوا كلشي غربلتو، باسكو لازم نهووا المكونات تاعنا، والا كان عندنا دي غرومو ولا صوالح غادي يبقاو في هذيك الصفايه. وراح نحتاجوا ثاني كاس تاع زيت. بزاف اللي يقولك بلي الوصفه الاصليه ما فيهاش الزيت وما فيهاش المايزينا، صدقوني انا جربت لي بالزيت والمايزينا وجربت لي بلا بيهم. دائما لا بات سابلي اللي ندير فيها الزيت والمايزينا تجيني شابه ومرمله وخفيفه على اللي ما نديرش فيها. وهنايا تبقى قضيه اذواق، كل واحد يدير الحاجه اللي يبغيها واللي تجيه بنينه. لازم تخلطوا كاع المكونات تاعكم مليح مليح، سواء بالباتور ولا بالبيتران، ولا ما كانوش عندكم ديروا بالفوي ولا بيديكم، صح لازم كامل هذوك المكونات يمتزجوا وتولي عندكم كريمه. بعدها راح نزيدوا شويه تاع فرينه ونزيدوا نص مغرف تاع خماره. كاين بزاف اللي ما يديروش الخماره في السابلي، مي انا نبغي نزيد هذيك نص مغرف صغيره باش يجي لو سابلي تاعي مهوي. دائما تعلموا كي تلموا لاباط سابلي تاعكم تلموها برك بصباعات يديكم وما تعجنوهاش، تبقاو تزيدوا في الفرينه وتلموا حتى لوين تولي عندكم عجينه طريه. لاباط سابلي جامي ولا تنشفوها من المره الاولى مليح، باسكو كي تنشفوها مليح الاولى راح تكون طريه تخدموا بها عادي، صح هذيك اللي تبقى غادي تنشف لكم وما كاش كيفاش ديروا لها باش تطريوها. الوغ راح تبداو تجبدوا بشويه قد ما تخدموا وتزيدوا لها الفرينه وتنشفوها. هذيك اللي تبقى لازم تغطوها بان ساشي باش ما تيبسلكمش، ما تديرلكمش هذيك لاكروت الفوقانيه. دائما لاباط سابلي نحلوها اونتر ان بابي كويسون اي ان ساشي ولا اونتر دو بابي كويسون باش ما تلصقناش العجينه في الحلال. تحلوها تطبعوها بالطابع اللي راكم باغينو، دائما طابع ديروه في الفرينه. كي تطبعوا به ما تبقاوش تدو فيه وتجيبوه في العجينه باسكو غادي تخسروا هذيك لافورم. دونك كي تطبعوا مباشره راح تعاودوا تطلعوا لو مول تاعكم باش ما تخسروش الحبه. هذيك العجينه اللي تبقى لموها غير بالبابي كويسون وزيدوا معها شويه من العجينه الطريه اللي كنا غطيناها بالساشي، هكا ما غاديش تضيعوا الوقت تاعكم مع هذيك شويه اللي بقات. تسمى كي غادي تزيدوا العجينه مطريه راح تكون عندكم اون كونتيتي تحلوها ثاني كامله وتكملوا لو سابلي تاعكم بالخف. كي تخلطوهم مع بعض الا لقيتوا بلي العجينه مازالها عاده طريه تقدروا تزيدوا تنشفوها شويه بالفرينه. دائما لاباط سابلي تاعكم ما تطروها بزاف باسكو غادي تفرش لكم كاع في لو فور، ما تيبسوها حتى يجيكم لو سابلي يابس. طيبوا لو سابلي تاعكم على فور مسخن مسبقا من 160 درجه حتى ل 180 درجه. دائما ما تزيدولوش الفوق باش يطيب في خاطرو ويجي طايب حتى للداخل. وهذا هو لو سابلي تاعنا بعد ما طاب. بالنسبه لكريمه الزبده لو ريسيبيون تاعنا اللي نديرو فيه لازم يكون ناشف تماما من الماء، وحتى البيض ثاني تكونوا غاسلينه ومنشفينه مليح من الماء، ويديكم ثاني يكونوا ناشفين، باسكو لو كان يطيح الماء ولا وسخ في هذاك لو ريسيبيون غادي تخسر لنا الوصفه. الوغ راح تحتاجوا 3 بياض بيض. انا بما انه كان عندي البلون دوف اللي كنت خليته من لاباط غادي نعبر في الميزان. الوزن تقريبي لبياض بيضه واحده من 30 غرام حتى ل 35 غرام، انا غادي نستعمل 110 غرام. تقدروا تستعملوا 105 110. ثم الا كان عندكم بيض هكاك حبه ديروا 3 بياض بيض مباشره. الا كان عندكم كيما انايا من لي سابلي اللي باقي لكم تعبروه بالميزان ديروا 110 غرام. وراح تحتاجوا ثاني 100 غرام تاع سكر. انا هنايا عبرتها لكم بالمغرف باش ما تقولوش بلي الكاس ماشي كيف كيف ولا ما عندناش الميزان. دارت لي 4 مغارف كبار معمرين كما راكم تشوفوا، كل مغرف كان فيها 26 27 غرام. لو فو اللي تخلطوا به ثاني لازم يكون ناشف ونقي. هاد البيض والسكر غادي نحطوهم فوق ان بان ماغي، ولازم تتاكدوا بلي البول ما غاديش يتوشي لكم بالماء. معناتها غادي نطيبوا هذا البيض والسكر برك على لا فابور، دونك ما تكثروش الماء في لاكاسرول تاعكم باش ما يتوشي لكمش القاع تاع لو بول. شوفوا هنايا قبل ما ندوه فوق النار كي رانا نرفدوا البيض راه يكون
عندنا ثقيل، بصح كي نديوه فوق النار وتبقاو تخلطوا باستمرار، ما لازمش تحبسوا التخلاط، تبقاو تخلطوا حتى لوين كي ترفدوا لو فوي تاعكم تلقوا بلي هذاك الخيط تاع البيض راه رقيق واصلا يخفف معكم الخليط والسكر يذوب. مباشره كي تنحوها من النار وهي هكاك سخونه زيدوا لها رشه تاع ملح اللي ضروريه وما لازمش تنساوها. ابخي طلعوها بالباتور. ثاني لي فوي تاع الباتور تاعكم لازم يكونوا نقيين وناشفين. هنايا ما بقيتش نقطع الفيديو، سرعت برك باش تشوفوا بلي غادي يطلع معكم وتولي عندكم اروع مورين قادرين ديروها تقدروا تستعملوها في اي حاجه. شوفوا ميم سي قلبت لو بول وبقيت نزعزع فيه هذاك لو باك بقى كيما هو. في هذه المرحله تقدروا تزيدوا لافاني تاعكم وتعاودوا تخلطوها. راح نحتاجوا ثاني 200 غرام تاع مارغرين، لازم تكون بحراره الغرفه وتكون طريه. راح نبداو نزيدوا فيها بشويه على هذاك لو بلون دوف ونخلطوا. كي نخلطوا في البدايه الخليط تاعنا راح يكون صفر، بصح نتوما لازم تبقاو تخلطوا بالباتور حتى لوين يبيض معكم هذاك الخليط. ريحه تديكم واحد 10 دقائق 15 دقيقه هكا. كاع الا خفتوا على لو باتور تاعكم تقدروا تحبسوا شويه تخلوه يبرد وتعاودوا تكملوا تخلطوا حتى لوين يبيض الخليط. وهكا لا كريم او بور تاعكم راهي واجده. دسوا هذه الوصفه في عينيكم باسكو تجي بزاف شابه ودير لكم كونتيتي وتجي خفيفه ما يجيش فيها هذاك لو تاع لا مارغرين. شوفوا انا جربت تقريبا كاع الوصفات تاع لي كريم او بور ولا ميور هذه هي اللي شاركتها معكم. الوغ راح تحطوا لا كريم تاعكم في اون بوش وتحطوا لي صابلي تاعكم وحده مقابله وحده وتعمروهم بهذيك لا بوش كيما راني دايره انايا. بعد مباشره ترفدوا كل حبه صابلي وتحطوها على اختها هكا غادي تخدموا رابيدمون. نصيحه اخرى ثاني غادي نمدها لكم كو لو صابلي لازم تعمروه في نهارو باش ما يغبنكمش، خاصه الا كنتي مبتدئه باسكو لو كان يبات راح يطرى معكم ويغبنكم شويه. انا هنايا خليته 2 جور باش عاد خدمت به وعذبني شويه في الخدمه. نتوما كي يبرد تماما تقدروا تصنعوا لا كريم او بور تاعكم وتعمروه بها. كي تعمروا هذيك لا كريم تحطوا حبه مع حبه تدركوا عليها ليجيرمون. انا هنايا راه تبان لكم بلي راني ندرك بصح ما رانيش ندرك، غير ابان برك باش نقدر نسوي الحواف تاعها. من بعدها راح تكلاسيوها. راح نعطيكم نصائح باش تجيكم الشوكولا تاعكم تلمع. اول حاجه لازم تقطعوها رقيقه ما تخلوهاش مرسوات كبار. ثاني حاجه انا دائما نستعمل الوجدان باسكو سي لا ميور اللي كاينه في المارشي الجيريان، ماشي غير من لا كاليتي حتى المكونات اللي كاينين فيها باسكو كاع لي شوكولا اللي راهم كاينين حاليا كاع بمواد مهدرجه ولا مهدرجه جزئيا. من بعدها راح تذوبوها فوق حمام مائي ولازم تكونوا متاكدين ثاني بلي هذاك لو بول ما راحش يتوشي الماء باسكو دائما الشوكولا كي توشي الماء سوا تنحرق لكم سوا ما تجيكمش هذيك لا تيكستور ليس. دونك كونوا متاكدين بلي القاع تاع لو بول اللي غادي يذوبوا فيه الشوكولا ما يتوشيش الماء وذوبوها برك على لا فابور. كي تبدا تسخن وتشوفوا بلي النص تاعها ذاب مباشره نحوها من النار واللي بقى حركوا برك بيديكم وخلوها تذوب في هذيك السخانه تاعها باسكو كي طول لكم ثاني بزاف فوق النار هي اللي غادي تيبس لكم وما تجيكمش شابه. ودائما هاد القاعده حافظوها، لكل 100 غرام تاع شوكولا راح نستعملوا مغرف تاع زيت. انا هنايا درت 2 مغارف ولازم تخلطوها مليح. بالنسبه لطريقه تاع الكلاصاج كي تحطوا الحبه تاعكم وتفرغوا فوقها الشوكولا لازم وهي هكاك سخونه تفوتوا عليها شويه بالمغرف باش ما تجيكمش طبقه الشوكولا كبيره بزاف. كاين بزاف اللي كي يكلاسيو الشوكولا تاعهم يخلوا هذيك الطبقه غليظه، دونك لازم تفوتوا عليها هكا بالمغرف وتضربوها ثاني بشويه بالفرشيط على هذاك الطبسي باش تسووا السطح تاعها وتجيكم ليس من الفوق. تخلوها تنشف والتزيين اختياري. انا هنايا درت خطوط سواء ديرهم بين بوش ولا بهذه اللي درت بها انايا وهكا لو كاتو تاعكم غادي يكون واجد. شوفوا جربوه ما غاديش تندموا. ثم ديروا غير كميه صغيره بصح كي غادي تذوقوا البنه متاكده 100% بلي غادي تولي الوصفه المعتمده تاعكم باسكو اروع صابلي قادرين ديروا هذا هو. يجيكم خفيف مرمل بنين وهذا الكاتو بالذات ما كاش اللي غادي يذوقوا عندكم ما يقولكش اعطيني الوصفه ولا يقولك الكاتو تاعك بنين. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو وكيما العاده ما تنسوش تخلوا لي جيم كومونتير وتابونيو. على بروشين.